السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبابي في حكاية جديدة من حكايات زمان، حكاية اللي فيها التشويق والحكمة والعبرة. وقبل ما نبدأ صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان يا ما كان حتى كان، وما يحلى الكلام إلا بذكر الله والصلاة على خير الأنام. في قديم الزمان وفي بلاد بعيدة كانوا كيوقعوا أحداث عجيبة وكينتقلوها الناس من جيل لجيل حتى وصلت لينا اليوم. إيوا جلسوا معايا وتسمعوا الحكاية ونبداو على بركة الله. في قديم الزمان وصال في العصر والآوان كانت واحد البلاد بعيدة فيها الجبال عالية والغابات الكثيفة وناسها عايشين بين الحكايات والغرايب. في ديك البلاد كانت واحد الشجرة سدرة قديمة عروقها غارسين في الأرض ووراقها كيشهدوا على سنين اللي دازت. تحت ديك السدرة كبر واحد الولد سميتو حسن. ما كانش ولد عادي، كانوا عينيه كيشوفوا داكشي اللي ما كيشوفوش الناس، وقلبه عامر بالجرأة والصبر. حسن كبر وهو كيسمع الخرايف ديال الناس الكبار ولاد البلاد كيقولوا بلي ورا الجبل الكحل كاين واحد السر مدفون سميتو سر سبع القلوب. في ديك البلاد كان ملك ديالهم مريض بمرض غريب، ما لقاو ليه طبا ولا حكماء دواء. وفي ليلة من الليالي خرج براح في السوق كيبرح ويقول: يا عباد الله، اللي جاب الدواء للملك من فوق جبل الكحل ليه نص المملكة وبنزينة البنات. الناس بزاف جربوا حظهم وخرجوا ما زادوا رجعوا. كيقولوا الجبل فيه الغول وفيه الضباب اللي كتوضر فيه العقل. حسن جلس تحت السدرة، شاف السما وقال: هذه هي طريقي، النية هي الساس والتوكل على الله هو السلاح. حزام لحسن المؤونة ديالو وشوية ديال التمر وخبزة الشعير والقلة ديال الماء ومشى وهو متوكل على الله. وهو ماشي في الطريق والشمس كتقلي الدماغ وطير ليه العقل من العيا، لقى واحد المرأة شيبانية جالسة فوق واحد الحجيرة لابسة حوايج قدام وكلها كتسرعد. قرب منها حسن وقال لها: السلام عليكم لاله العجوز، مال جالسة في هاد الخلا؟ شافت فيه وقالت ليه: يا ولدي، الجوع قتلني ورجلي ما بقاو هزيني. حسن بلا ما يفكر جبد القلة د الماء وعطاها تشرب حتى روات وقسم معاها الخبز ديال الشعير. العجوزة مسحات فمها وشافت فيه بعينين كيبرقوا بالسر وقالت ليه: طريقك طويل يا ولد السدرة، والجبل الكحل ما كيرحم بنادم. خد هاد الخاتم ديال النحاس، نهار تضيق بك الدنيا ولا تسد عليك البواب حكو على الحجر وقول: يا سر السدرة ويا النية الصافية، تحلو يا البواب وتبان الطريق للناس الغراب. شد حسن الخاتم وشكر العجوزة ومشى في طريقه. كل ما زاد قرب للجبل كل ما الجو كيزاد يبرد والضبابة كتنزل. وصال حسن لواد الظلام، البلاصة فين الشجر كيبانوا بحال شي خيالات العمالقة، والصوت الوحيد هو صوت الريح اللي كيصفر بين الشجر. شوية وهو يخرج ليه واحد الكائن غريب، ما هو بنادم ما هو حيوان، عينيه كيشعلوا مع الظلام بحال الجمرة. وقال ليه بصوت كيزلزل الأرض: شكون انت اللي تجرأتي ودير رجلك في أرضي؟ حسن
جاوبو وقال: أنا حسن ولد سدرة، ماشي جاي للشر ولا الغدر، جاي نقلب على دواء ونفك السحر اللي نازل على بلادي. الكائن قرب منه وشم فيه ريحة النية والصدق وقال لي: النية فيك، ولكن الجبل ما كيعطيش أسراره بالساهل، باش تدوز خاصك تحل لغز 7 قلوب. وقف حسن على الحجرة والكائن كيقول ليه اللغز: الحاجة اللي كاين منها 7 في هذا الكون، الأول كيحزن وما كيبكيش، الثاني كيسخى وما كيطلبش، والثالث كيصبر وما كيبكيش، والرابع كيضوي وما كيشعلش، والخامس كيسامح وما كيحقدش، والسادس كيحمي وما كيضربش، والسابع فين كاين؟ سكوت حسن شوية ودار يدو على جيبو وتفكر كلام العجوزة والنصائح الناس زمان. شاف حسن في الكائن وقال ليه: الأول هو الأرض كتحزن على ولدها وما كتبكيش، والثاني هو البحر كيعطي وما كيطلبش، والثالث هو الجبل كيصبر للزمان وما كيشكيش، أما الرابع هو القمرة كتضوي وما كتحرقش، والخامس هو قلب الأم كيسامح وما كيحقدش، والسادس هو الظل كيحميك وما كيضربش. أما السابع فهو قلب بنادم الصادق اللي فيه النية والتوكل على الله، وهو اللي كيجمع هاد القلوب كاملين. غير كمل حسن كلامو والضباب بدا كيزول، والجبل الكحل انفاتح من الوسط وبانت منو زهرة حمراء كيلمع منها الضو بحال الياقوت. هي زهرة 7 القلوب اللي فيها الشفا. قرب حسن وقف الزهرة بكل احترام، وفي طريق الرجوع كانت الطريق ساهلة ومفتوحة، حيت النية والصدق فكوا جميع العقد. وصل حسن لقصر الملك وسقاه من قطرات الزهرة، وفي الحين رجعت فيه الروح والضحكة، ورجعت الحياة للبلاد كاملة. الملك وفى بعهدو وعطاه قدرو واحترامه، ولكن حسن ما طمعش في الكرسي ولا في الزينة، اختار يرجع لبلادو وتحت شجرة السدرة كيحكي لولادو الصغار كيفاش النية والقلب الصافي كيطيحوا أكبر الجبال. طارت حكايتنا مع النسيم ونزلت في قلوب القوم الكريم. الخير يدوم والنية هي الساس القديم. خليتكم فرحة الله، وإلى حجاية أخرى إن شاء الله.